انا بقى بنصح الطالب بايه؟ ما تجيش تقول لي ورقه المفاهيم دي انا ما بصيتش عليها، دي كارثه. لازم تبقى عارف هي فيها ايه وما فيهاش ايه، عشان تبقى انت عارف هو انا محتاج ايه اللي انا احفظه كويس قوي واثبت عليه، وايه اللي انا ممكن معلش يعني لو انا ما عنديش وقت ان انا خلاص ما حفظتش من اول السنه ومحتاج ان انا ابدا احفظ، ايه اللي انا لازم ابقى مركز عليه. اما انك تسيب الموضوع عشوائي، انا بقول لك اهو كل المعادلات، لا كل المعادلات مكتوبه، اجهزه التحضير موجوده، كله موجود، بس انك تقعد تدور في الكم ده كتير جدا عليك. الاساسيات والقواعد لازم تبقى موجوده عندك، لان احنا لما بنيجي نختبر زي ما انت شفت معانا على مدار السنه، مثلا انت موجود هنا عندك في الالكانات التقطير الجاف لاسيتات صوديوم، طب احنا هنجيب لك في الامتحان التقطير الجاف لاسيتات صوديوم؟ لا، انت عارف بقى التقطير الجاف بيتعمل ازاي، وانت عارف ان التقطير الجاف بيخرج ايه وبيسحب ايه. هي دي انك تبقى فاهم القاعده مش حافظ المثال. فرجاء يا شباب بص على ورقه المفاهيم، ذاكر باستخدامها شويه، معلش يعني حتى لو انت شاطر ما شاء الله عليك ربنا يزيدك ويحفظك، لو انت عندك مشكله استخدمها وانت بتحل معانا الامتحانات، وباذن الله راقب حاجتين، راقب الوقت اللي انت بتخلص فيه، وحاول قدر استطاعتك زي ما انا قلت تبقى معلوماتك موجوده ان شاء الله ومترتبه.